مش عارفة ليه كل المبتدئين في مجال الكيك بيخافوا جدًا إن هُم يبدأوا بعجينة السكر، مع إنهم لو فكروا كويس هي أكتر حاجة ما تبينش الدفوهات زيها زي الكريمة، بل بالعكس عجينة السكر لو أنتِ مبتدئة وإيديكِ لسه مش مضبوطة مش هيبان كل الكلام ده خالص، عكس الكريمة، الكريمة للأسف بتبين كل دفوع أو كل حاجة أنتِ إيديكِ مش مضبوطة فيها بتبان جدًا في الكريمة. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا ديزاين ترندي جدا. عايزه اقول لكم الديزاين ده انا قررته عندي اكتر من مره، بس حبيت ان انا اصوره مره واحده، وان شاء الله هنزل لكم بالصور بتاعته في ستوري عندي، او انزل لكم بيها في بوست مجمع كده للالوان اللي انا عملت بيها الديزاين ده. اول حاجه انا بدات بيها هنا الجناش. طبعا الكيك زي ما انتم متعودين مني الكيك بيبقى عندي سقعان. أنا في الوقت ده الكيك ما قعدش عندي في التبريد، ما قعدش عندي حوالي ساعتين كاملين على بعض خالص، يا مدوب بس إن هو سقع معايا عشان أقدر إن أنا أشتغل عليه. ما ينفعش أحشي كيكة وأبتدي إن أنا أشتغل عليها عجينة سكر أو أبتدي إن أنا أشتغل عليها جناش وأنا لسه حاشياها تمامًا خالص. الموضوع ده هيكون صعب جدًا ومرهق جدًا ليكِ، وهيأدي كمان إن الكيك بتاعِك وأنتِ شغالة عليه هيبتدي إن هو يتحرك ويتزحزح من مكانه، والطبقات مش هتكون مضبوطة، وفي الآخر مش هتعملي الكيكة مضبوطة. زي ما أنتم شايفين كده الجناش أنا استخدمته في البداية، كان الجناش هُم كانوا مجهزينه لي من بدري، فبالتالي الجو سقعان فمسك بسرعة، فأنا فكيته عندي في الميكروويف. تقدري إن أنتِ مثلًا تجهزي الجناش أصلًا عامةً عندِك على حمام بخار لو أنتِ حابة تفكيه، ويُفضّل إن أنتِ تعمليه وتسيبيه بس يبرد بحرارة الغرفة وتستخدميه على طول على القوام اللي أنتِ حاباه أو القوام اللي أنتِ بتحبي تشتغلي عليه. لكن أنا في المرحلة دي حبيت إن أنا أخلّي القوام يكون سايل معايا شوية زي ما شُفتوا في البداية، لإن الكيك ما كانتش سقعانة معايا كفاية، فعشان أقدر إني أنا أغطّي الحواف بتاعة الكيك كلّها، وبعد كده أقدر إن أنا أحط طبقة تانية عادي براحتي. يعني حتى أنتم هتلاحظوا إن الجناش أصلًا مسك معايا، لإن الجو ساقعة والجناش بيمسك معانا على طول، والمقادير اللي إحنا على طول بنعمل بيها الجناش بتكون حلوة جدًا، خاصةً في فصل الشتا، وممكن كمان تخفّفيها لو أنتِ حابة. بس أنا باحب بصراحة أشتغل عليها، وكمان لو أنتِ حابة إن أنتِ تخفّفيها ما فيش مشكلة، هاقول لِك برضه على المقادير وهتطلع معاكِ مضبوطة جدًا. بالنسبة للجناش أو كمان بالنسبة للكيكة اللي أنا شغّالة عليها دي، دي مقاس 14 بتاخد معايا نُص كيلو من الجناش. طيب مقاس 12 بياخد كام يا مروة؟ مقاس 12 بياخد معاكِ ربع كيلو جناش، جناش مش صافي، أنا باتكلم ربع كيلو شوكولات صافي. بالنسبة للجناش إحنا بنحط على النُص كيلو 80 جرام مَيّة، ممكن في الشتا تحطي 90، 95 جرام مَيّة، ما فيش أي مشكلة، مش هيحصل فيها أي تغيير أو أي اختلاف. بُصّوا بقى هنا أنا خلّصت الجناش وزي ما أنتم شايفينه أنا باعمله كده إيديّا وعينيّا هم الميزان بتوعي، وأنا باحط الكمية اللي أنا شايفاها مناسبة جدًا ليّا، وباشتغل عليها على طول. وزي ما أنتم شايفين برضه عجينة السكر أنا استخدمتها على طول بعد ما الجناش اتشمع معايا، وزي ما أنتم شُفتوا برضه أنا وريتكم إن الجناش إحنا ماسكينه كده بالقاعدة مسك معانا لإن أنا لازقة الكيكة بتاعتي بقطعة من الجناش عشان تبقى ماسكة معايا. بُصّي الطريقة ديّة أنا أول مرّة أعمل لِك الطريقة ديّة على الpage هنا أو سواء على القناة، أنتِ أول مرّة تشوفي الطريقة دي، على طول كنتم بتشوفوا منّي الطريقة اللي أنا باعمل بيها حواف حادة، اللي هي باعمل القطعة اللي فوق وبعد كده باعمل الأجناب أو الجوانب، وبعد كده عملت لكم الطريقة التانية اللي هي أصلًا التقليدية، إن أنا باجيب قطعة العجينة كلّها وباغطّيها وباكسيها وما باشيلش منها أي زيادة من الجناب، باشيل الزيادة اللي تحت بس. طيب بُصّي بقى الطريقة دي حلوة جدًا، جدًا، مش هتاخد منِّك وقت ولا هتاخد منِّك مجهود، وكمان هتوفّر عليكِ إن أنتِ لو العجينة بتاعتِك فردتيها رقيّقة مش هتتكسّر معاكِ. لإن أنتِ بالتالي أنتِ ما خلّيتيهاش تتفرد معاكِ أوي على العجينة، sorry على التورتة أو على الكيك، فبالتالي أنتِ طلّعتِ الزيادة كلّها في جنب واحد، وابتديت إن أنا أضغطها كده بالمكوة بالجزئين بتوعها، وأضغطها وأشيل الزيادة عندي بمنتهى السهولة والسلاسة، وزي ما أنتم شايفينها هي أصلًا مش باينة، وأنا كمان هاشتغل عليها فبالتالي أصلًا مش هتكون باينة خالص. فالطريقة دي حلوة جدًا، أنا عملتها أكتر من مرّة وكانت مريحاني فعلًا، عكس ما إحنا كنا بنجيب العجينة السكر المدوّرة ونبتدي إن إحنا نفردها كلّها، كلّها على الكيك وبنشيل الزيادة كلّها خالص من تحت. دي حلوة ودي حلوة، بس أنا باقول لِك دي الأسهل ودي بصراحة أنجزت معايا شغل كتير.
فحبيت إن أنا أقولها لِك برضه، وحبيت إن أنا يعني يبقى في تغيير وكل مرّة باوريكِ حاجة جديدة. بالنسبة لعجينة السُكّر اللي أنا هاعمل بيها الفيونكة، لازم إن أنا أشبّعها كويس جدًا من بودرة CMC عشان تنشف معايا. عايزة أقول لكم إني أنا كمان قعدت فترة كنت باستخدم عجينة Gum Best بالونها عادي خالص واستخدمها أعمل بيها الجزء بتاع الفيونكة من فوق. هي حلوة وليها مميزاتها وليها عيوبها. بالنسبة للمميزات إن هي بتنشف معاكِ على طول وتقدري إن أنتِ تعملي العجينة على طول وتخرّجيها، تمام. إيه عيوبها؟ إن أنتِ لو ما اشتغلتيش فيها سريع هتبتدي إن هي تنشف معاكِ وتتكسر وأنتِ شغالة فيها. فأنا بصراحة حبيت عجينة السُكّر إن أنا أخدمها وأشبّعها من بودرة CMC وأسيبها حوالي مثلًا ربع ساعة جنبي عقبال ما أجهّز بقية حاجة أو أجهّز بقية الفيونكات بتاعتها أو الشرايط، تكون هي اتشمّعت ومسكت نَفْسها معايا. زي ما أنتم شايفين كده أنا هنا باحُط في قلب الفيونكة حاجة كده أعمل بيها دُعامات أو حاجة أنفُخ بيها الفيونكة عشان تبتدي إن هي تتشمّع على الشكل ده. عفوًا. عايزة أقول لكم كمان عجينة السُكّر لازم تفرديها على كمية كفاية من النشا عشان ما تلزقش معاكِ وأنتِ بتفرديها. وبالنسبة بقى للبنات اللي بتعاني من فرد عجينة السُكّر أو عجينة السُكّر في الشتا، طبعًا الموضوع بيكون مُجهِد جدًا، فتقدري إن أنتِ لو عندِك ميكروويف تقدري إن أنتِ تدخّليها الميكروويف لحوالي 30 ثانية تفُك معاكِ تبقى ليّنة معاكِ زي ما أنتِ شُفتيها معايا كده في الفيديو. عايزة أقول لكم إني أنا أصلًا خلّصت الفيونكة ورجعت هدّيتها تاني وعملتها من أول وجديد، عشان لقيت حجمها كان كبير أوي وكانت over شوية على الحجم اللي أنا شغّالة عليه. عايزة أقول لِك إن هي أصلًا شكل التورتة ما ينفعش إن أنا أعملها يكون شكلها مش مضبوط أو يكون شكلها فيها أي حاجة مش حلوة، لإن هي أصلًا الشكل والعين كلّها رايحة عليها. بالنسبة للون اللي أنا حاطاه أصلًا كاسية بيه الكيكة كلّها، ده لون أبيض كاسراه بسِنّة كده من اللون الأصفر، لون أصفر جل عادي، أنا باستخدم ماركة ماجيك، فكسرته عادي كده عشان يدّيني اللون السُكّري ده. العميلة كانت شافت الdesign عندي وطلبت نفس الdesign من عندي، فبالتالي أنا عملته لها زي ما كنت عاملة الdesign اللي كان موجود عندي، بس أنا كنت مصمماه على أبيض، والجزء اللي تحت ده كان off white أو سُكّري زي ما أنتم شايفين. بالنسبة بقى للشريطة بتاعة الفيونكة، في منها أشكال وأنواع كتيرة جدًا. يعني الشكل ده أنا صممته في الdesign اللي العميلة اختارت من عليه، شافته طبعًا عندي على الpage واختارت نفس الشكل. في أشكال طبعًا مختلفة بتيجي الشريطة دي بدوران، في أشكال بتيجي الشريطة أقصر أو بتيجي طول مثلًا الكيكة، لكن دي بتبقى نايمة شوية عندي على الboard كده كأنها فستان. بالنسبة للتجزيعات اللي أنا باعملها دي، أنا لازم أعمل فيها التجزيعات دي عشان تدّيني شكل طبيعي أكتر للفيونكة بتاعتي. طيب بالنسبة أنا بالزق الشريطة دي كاملة إزاي، أنا بعد ما باضبّطها كده بابتدي إن أنا ألزقها بفرشة فيها مَيّة، عشان تثبت معايا ما تتزحلقش ولا تتحرك منّي. ونفس الكلام برضه هاعمل بيها الفيونكة، عشان برضه ما تتحركش من مكانها، وعشان أكون كمان ضامنة أكتر إن هي مش هيحصل لها أي حاجة في خلال النقل، بابتدي إني أنا أحط من جوّه دعامات. زي ما أنتم شايفين حركة البخار دي تحفة جدًا، وندمت إن أنا ما جربتهاش من زمان. تحفة، 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 بجد والله أنا بقيت منبهرة كده بيها، لإن أنا عاملة هنا لون نبيتي، وأنا مستخدمة كمية نشا كتير عشان أفرد بيها العجينة، فبالتالي اللون معايا شكله بهتان وعليه كمية نشا over أوي، مهما أقعد أعمل بالفرشة وأنضفها مش هتتشال معايا. بصراحة أنا كنت باشوف على قنوات أجنبية إن هُم بيجيبوا جهاز كده بتاع بخار بيستخدموه بس للكيك. طيب أنا ما عنديش الجهاز ده أعمل إيه طيب، أعمل إيه؟ ففكّرت طب ليه ما أجيبش المكوة وأستخدمها من بعيد بالبخار بتاعها، عجبتني جدًا. عايزة أقول لكم إن الفكرة دي وفّرت علينا فلوس كتير، فيا رب الفكرة بقى تكون عجبتكم وتقدروا إن أنتم كمان تستخدموها، وادّت لمعة كده للعجينة ضيّعت منها شكل النشا خالص، وكان شكلها تحفة. فإن شاء الله أنتم كمان تجربوها وتعجبكم وتدعوا لي، أهم حاجة إن أنتم تدعوا لي كده لمّا تعملوا حاجة أنا قُلت لكم عليها وتكون عاجباكم. شايفين اللمعة عاملة إزاي بتاعة العجينة، تحفة جدًا، ولا كأني فرداه أصلًا على نشا. بالنسبة لللولي ده أنا باثبّته يا بنات
بأي عسل جلوكوز، المروار اللي هو الأحمر اللي أنا باستخدمه مثلًا عشان مثلًا ما يبقاش باين، وتقدري كمان تثبّتيه بالمَيّة، بس أنا بصراحة ما ضبطش معايا خالص بالمَيّة. ده شكل التورتة بتاعتنا النهارده، وشكل الreview اللي العميلة بعتته لي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده كالعادة ما تنسوش تدوسوا لايك، وهاستنى رأيكم تحت في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.